صباح الخير. اليوم أبغى أسوي وصفة أول مرة أسويها، بس سهلة وأتوقع إنه هي حتزبط إن شاء الله من أول مرة. اسمها بوتيتو دوفينز أو دوفينيه. هي وصفة فرنسية، كأنها لو نبي نسميها دونة بطاطس، بس إنها مالحة ما هي حلوة. بكل بساطة شديدة هي عبارة عن عجينة الشو بيستري مخلوطة مع ماشت بوتيتو، مع بطاطس مهروسة فقط، ما فيها ولا شيء غير كذا. اللي يعرف عجينة الشو هي العجينة اللي تستخدم في الحلويات الفرنسية زي الإكلير، زي الكريم بافس، في معظم الوصفات. فحتشوفوا التكنيك حقها، تقدر تستخدموا نفس المقادير دي على الوصفة الثانية، بس زيادة زي ما قلت لكم هي البطاطس. المقادير عندي: بيضتين حنستخدمها كاملة، 40 جرام زبدة، رشة ملح، شوية فانيلا، شوية جوز الطيب، هذه اختياري جوز الطيب، موية، نص كاسة موية، ونص كاسة دقيق، وفلفل أسود شوية طبعا، وبطاطس. البطاطس يفضل تحسبوها بالجرامات، 400 جرام. أنا لما حسبت 400 جرام طلعت معايا 3 حبات بطاطس وسط. المهم البطاطس هذه سلقتها أنا بس عشان اختصار الوقت، سلقتها لمدة 20 دقيقة. لما نيجي نسلق البطاطس ما نحطها في موية حارة، لا نحطها في موية باردة، لأنه لو حطيناها في موية مغلية وبعدين سقطنا البطاطس من برا حتستوي ومن جوا حتفضل قاسية. فإحنا نبغى الحرارة تطلع بالتدريج. فحطيتها من وقت ما غليت الموية، حسبت 20 دقيقة، وعرفت إنه هي استوت لما دخلت سكينة، طرف السكينة، ويعني السكينة دخلت معايا كويس وطلعت على طول، يعني ما حسيت إنه أنا بضغط بقوة. طيب البطاطس أنا حطيتها في موية باردة بس عشان توقف عملية الطبخ. دحين حأقسمها كلها أنصاص، حطها هنا في صينية، في أي صينية عندكم موجودة، وحدخلها الفرن بس على بال ما أسوي الشو بيستري، عجينة الشو، عشان بس أبغاها تنشف، لأنه أنا ما أبغى أحط أي مويستشر أو أي رطوبة زيادة في الوصفة، فأبغى أنشفها قد ما أقدر. العملية ما هي إنه هي تنطبخ في الفرن، فقط تنشيف على أبرد درجة حرارة في الفرن، اللي هي مثلا 120 أو 130، شغلة 10 دقائق مثلا أو 5 دقائق. خلاص هذه على الفرن زي ما قلت لكم، ونبدأ الشو بيستري دحين. عشان نبدأ الشو بيستري هحط هنا موية والزبدة، حركهم على نار واطية بس ألين ما الزبدة تذوب. ساحة الزبدة وبحركهم مع بعض، بس حستناه يبدأ يغلي، مو يغلي تماما عشان ما نبغى نخسر كمية موية. هخليه يبدأ يغلي شوية، وبعد كده حنحط الدقيق كله أتونس. اوكي بدأ يغلي. لما نحط الدقيق نحطه كله مرة واحدة، ونبدأ نحرك بسرعة على حرارة واطية ألين ما يتجانس معانا. شوفوا ألين ما يصير معايا شيء زي كده، يعني التحريك لمدة شغلة دقيقة أو دقيقتين بس، وبعدين حنشيله من على النار. بعد ما شلتها على النار حطيتها في زبدية عشان ما أبغاها تلصق ولا تتحرق ولا تنطبخ، لأنه فيها زبدة. حبدأ أحط البيض بيضة، يعني ما حنحطهم كلهم مع بعض عشان نبي نعرف الكمية، لأنه إحنا ما نبغاها تكون مرة سائلة. فححط واحدة وحقلب، حتحسوها مرة ملمسها غريب وانتوا بتقلبوا، حتحسوها حتخرب، بس انتوا لازم ايش تقعدوا تقلبوا مرة كويس لين ما تندمج مع بعض. حوريكم شكلها كيف حيصير، يعني قبل لا أحط الثانية حوريكم شكلها بعد الخلط. شوفوا هذا شكلها بعد ما حطيت البيضة الأولى. تحسوا وانتوا تخلصوا تحسبوها خربت وصارت مرة طرية، لا هي يعني تاخد بس انه يبالكم تقلبوها. شوف دحين قاسية مرة بزيادة، احنا نبغاها تكون اطرى من كده، يعني تفضل متماسكة بس لسه اطرى. حفقس البيضة الثانية هنا، وححط نص الكمية واخلط وحاشوف. هنا حطيت فانيلا، كان المفروض احطه من البيضة الاولى بس ما يفرق يعني. فحطيت تقريبا 1 ملعقة صغيرة، انا اي شيء فيه بيض احب احط معاه فانيلا، ما اعرف اوسوس من البيض. حخلطها زي ما قلت لكم، حنزل نص الكمية وحنشوف كيف. بوريكم وانا بقلبها كيف. هذه حطيت نص الكمية الثانية، تحسوها كده تتفكفك، بس لما تكملوا خلط ترجع تتجمع معاكم. لسه حاساها جامدة، يعني ستيل ابغاها تكون اطرى من كده. فححط باقي البيضة، فالتوتل كده حطينا بيضتين كاملة، ونقلب بنفس الطريقة. طيب كده ممتازة. شوفوا هذا الكونسيستنسي اللي انا ابغاه، يعني ما هي مرة ناشفة ولا انه هي مرة طرية زي الموية. خلاص كده هذه جاهزة. طيب دحين طلعت البطاطس من الفرن، وعندي هذه الرايسر. ما حهرسها بيدي، لازم اهرسها بالرايسر او بالفود ميل، هذيك اللي كده تحطوا فيها البطاطس وتدوروها. بس it has to be one of these two، يعني ما تقدروا تستخدموا اي شيء ثاني عشان تطلع البطاطس فلافي. اهرس البطاطس فوقها، وبعد كده حنتبلها. حهرس كل الكمية، بس ايش يبغى لها عضلات ولا انا اللي ضعيفة. المهم
ههرسها واوريكم كيف صارت. طيب هذه حنتبلها. حطيت ملح، حطيت سوري فلفل اسود وملح كمية كويسة وجوز الطيب الكمية اللي انتوا تبغوها، وحقلبها. طيب خلصت وخلطتها. طبعا هذه ما شاء الله يبغى لها يعني عضلات. now it's good to go. تقدروا تشكلوها على شكل كور صغيرة او زي ما هي كده بالملعقة تاخدوها بشكل يعني عشوائي، وحنقليها. حوريكم كيف القلي دحين. طيب عشان نبدأ نقلي الحرارة لازم ما تكون مرة عالية. ليه؟ لأنه أنا هذه فيها بطاطس ما أبغاها من برا تاخد لون من جوا ما تتنفخ، فححاول قد ما أقدر إنه الحرارة ما تكون مرة عالية. يعني حخليها حدود بالكثير 170، ما ححاول إنه أطلع من كده 170 سلسيوس. أنا ما في أكورها، فبيسكلي اللي سويته أخذت يعني وصلة وعملت دي الحركة زي كده عشان تاخد ده الشكل، شكل يعني بيضاوي أكتر. وخلاص حنزلها في الزيت. حتاخد تقريبا 4 دقايق يمكن عشان تستوي. حقول لكم بالضبط قديش الوقت لما أنا أحسها استوت. بعدين فكروني يوم أشرح لكم الجزء العلمي أو إيش اللي بيحصل في الأكل وقت القلي، وإيش الفقاعات هذه اللي بتطلع، إيش الفقاعات الهواء دي سببها. عادة المشكلة اللي تصير وقت القلي إنه الحرارة تفضل ترتفع، ما يعني صعب مرة إنه إحنا نثبتها. فأنا إيش اللي أسوي لما أحس الحرارة طلعت فوق الحد اللي أنا أبغاه، أطفي النار شوية واخليها تهدى، الحرارة تنزل مو مرة كتير، تنزل شوية وبعدين ارجع اشغلها ثاني. من الساينز انه تعرف انه هي خلصت لما تبدأ كده ايش تحسوها تبي تتشق والحشوة اللي جوا تخرج، تعرف انه هي خلصت وتشيلوها. عدت تقريبا 4 دقائق. ابغاكم تشوفوا الكراك بشكل اوضح شوية. هنا في فتحة كده تحسوها تبي البطاطس تخرج على برا. حشيلها وحسوي الباقي. طيب صورتها، خلينا اوريكم شكلها من جوا كيف. شوفوا لازم تكون كده فيها فضة شوية. عندي صويا طبعا اكلت لي كم حبه وانا بقلي، وعملت هنا مايونيز يعني وما له علاقه ابدا بفرنسا. عملت مايونيز بالشيبوتلي، اشتهيته تخيلت حيكون مره لذيذ معاها. and it's good to go. هذا باقي اللي قليته، طبعا بصوره بقلي في نفس الوقت. اوكي هذه مره حاره بس بوريكم كيف. it's so light and fluffy. رائعه مره 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 لذيذه. نجحت من اول مره، فاكيد انتوا حتزبط معاكم. في قاعده بالنسبه لي مره مهمه، اول ما شيء يخرج من الزيت بعد ما اقليه على طول اتبله بملح، ارش عليه ملح فيلصق يمسك فيه، لان حسيت ملحها نقطه قليل. بس ان جنرال انا املح الاشياء اول ما تخرج من الزيت. and it's done.